السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلصة اللي انتوا شايفينها دي احنا عاملينها في البيت. تيجوا مع بعض نعمل احلى صلصة، احلى واجود من اجود انواع الصلصات اللي ممكن تتخيليها. دلوقتي انتوا عارفين طبعا الاسعار بقت عاملة ازاي، والصلصة دي انا كنت بجيبها، لكن دلوقتي ما شاء الله سعرها بقى في السماء. قلنا خلاص نعملها في البيت، والله طلعت احلى منها مليون مليون مرة. شايفة اللون والجمال؟ جميلة جدا جدا، بمكونات سهلة وبسيطة واقتصادية، وما جابتش ربع تمن العلبة يعني. علبة بتمن علبة واحدة تعملي 3 4 علب. أول حاجة معانا الطماطم، زي ما انتم شايفين كده نقي طماطم تكون حلوة، نوعها كويس، يعني تكون حمرة قوي من جوه ومن بره كده، تكون لونها أحمر. نبدأ ننضفها زي ما انتم شايفين كده، ونفضي المية منها، صفيها يعني من ميتها. ومهم قوي ان احنا نشيل الجزء اللي هو اللي فيه القطعة الخضراء ديت، علشان احيانا بيبقى فيها حاجات مش لطيفة يعني. بعد كده بقى معانا كمان فلفل. مهم جدا 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 ان احنا نجيب الفلفل الالوان، اللي هو الفلفل الحلو. ده مهم قوي، ده بيأثر جدا في طعم الصلصة. وطبعا الفلفل الحراق الاولاني الاحمر ده رائع جدا جدا. يعني هي هتبقى كده يعني فيها شو حراقة شوية، بس انت مش قوي. لو مش عايزاه مش مشكلة، لكن الاساسي فيها هو الفلفل الاحمر الحلو. آم، حتى لو هتحطي فلفل بلدي احمر، لازم تجيبي معاه فلفل احمر حلو، لان الفلفل الاحمر حلو ده هو اللي بيخليها زي الهاينز بتاعت امريكا بالظبط، اللي هي الصلصه الامريكي دي. وانما الفلفل الحراق ده اختياري، لو مش حابه الصلصه تكون حراقه بلاش منه. ممكن تجيبي زيه او بداله فلفل بلدي احمر، بس لازم برضو معاه فلفل من اللي هو الحلو ده، اللي هو الفلفل الالوان. بس طبعا يكون احمر، مش هنحط اي لون غير اللون الاحمر. وبرضو معانا واحده كده من البنجر، نقشرها كويس ونقطعها. ديت بتضيف طعم ولون جميل جدا جدا للصلصه. احلى طريقه بقى لعمايل الصلصه دي، واسهل طريقه، ان احنا بناخدها زي ما هي كده، ما بنضيفش عليها اي اضافات نهائي. بنحطها على النار هاديه في النار ممكن البدايه، نخليها هادية في البداية علشان ما تشطش معانا. وبعد كده لما تنزل ميتها نبدأ نخليها متوسطة، ونغطي عليها ونسيبها مع نفسها لحد لما تستوي تماما. وبعد كده نبدأ ان احنا نهرسها بالهراسة. بصي بنسيبها بقى لحد لما بعد ما بتطلع المية ترجع تشربها تاني، او تبخري المية يعني، ما يبقاش فيها مية خالص، مهم جدا جدا. وبعد كده بنهرسها بقى بالهراسة دي، او لو عندك هاند بلندر تضربيها بيها. وبرضو هسيبها لحد لما ما يبقاش فيها مية خالص. وسبحان الله، زي ما انتم شايفين كده بتطلع زيت، او بتحسي ان هي فيها زيوت جميلة طبيعية من المكونات اللي احنا حطيناها، مش زيوت احنا اضفناها. يعني تحسي ان كأن عليها هي زيت، بس انا ما اضفتش زيت خالص. نسيبنا بقى لحد لما تبرد، بعد كده هنضربها في الخلاط وننعمها جدا جدا. ونبدأ بقى ان احنا نصفيها بمصفى ناعمة. وهقولك على طريقة تحتفظي بيها لمدة سنة كاملة في الفريزر او في التلاجة، مش هيحصل لها اي حاجة وبدون مواد حافظة. نزلها بقى على حسب الخلاط بتاعك، يعني هتنزلي الكمية كلها او نصها. مهم جدا جدا ان احنا نصفيها، علشان القشور اللي فيها دي، سواء قشر الفلفل او قشر الطماطم، ما ينفعش، مش صحي ان احنا ناكله اصلا. ده غير ان شكله ما بيبقاش لطيف يعني. شايفه هي فيها لمعه ما شاء الله جميله ازاي. المكونات دي على بعضها كده بتديكي طعم خطير، وريحتها بقى تجنن، وطعمها هايل جدا جدا. هصفيها كلها، وبعد كده هنبدأ بقى ان احنا نحتفظ بيها. هقولك على طريقتين عشان تحتفظي بيها تفضل عندك اطول فترة ممكنة. شايفه الصوص نازل ما شاء الله، شايفه اللون بتاعه جميل ازاي. معلقه واحده منه بس تكفي جدا. ده بقى من احسن الحاجات اللي لازم نجهزها علشان رمضان. طبعا علبه الهاينز دي اخر العهد بيها كانت ب25 او ب30 جنيه. الله اعلم دلوقتي وصلت لكام بصراحه. فلا النهارده الكيلو الطماطم او كيلو ربع او كيلو ونص ب10 جنيه. تقدري تجيبي حبه حلوين كده وتعمليهم. ما تكتريش عشان ما تتعبيش.
وكل شوية اعملي حبة يعني. الأحسن حاجة للتخزين إنك تعملي جزء بجزء أو شوية بشوية. إنك تعملي كمية كبيرة قوي مرة واحدة ده بيبقى شيء مرهق شوية. بتبقى وجهات نظر برضو، كل واحد وطريقته يعني. شايفة بقى جمالها؟ طعمها والله جميل جدا وريحتها تجنن، مشهية جدا. هنبدأ بقى ان احنا نعبيها. عايزة بس اوريك الكمية البسيطة اللي انا عملتها دي ممكن تعمل كام بطرمان. ادي كده هنملى اول بطرمان اهوت. الموضوع كله دوت اصلا ما كلفنيش 20 ولا 25 جنيه، قولي 30 جنيه. شوفي ادي اول واحد، وفي كمان اللي فايض يعمل كمان 2، يعني تقريبا 3 بتمن واحد. فتوفير التوفير يعني. وشوفي بقى عشان تحتفظي بيها، انا هحط في البطرمان الازاز، هحتفظ بيها في التلاجة على الرف. دي بتقدر تقعد معاكي لمدة اسبوع، اقصى حاجة 10 ايام، اقصى حاجة. دي من غير مواد حافظة خالص. تخلي البطرمان مليان للاخر كده، او ممكن تنقصي شوية وتكمليه على وشه شوية زيت. عايزاها بقى تقعد عندك من السنة للسنة، هتحطيها في حاجة بلاستيك او بطرمان بلاستيك وتحطيها في الفريزر وتسيبيها لمدة سنة كاملة، مش هيحصل لها اي حاجة. بتطلعيها تاخدي منها جزء يعني قطعة منها كده تاخديه وخلاص وترجعيها تاني. جميلة جدا جدا يعني. عايزة تحتفظي بيها في الفريزر يبقى في بطرمانات بلاستيك عشان الازاز بتفرقع، وتاخدي منها عادي. كل فترة تطلعي بطرمان يقعد معاكي. يعني انت هتعملي كمية مثلا هتحطي في الفريزر، كل فترة هتطلعي بطرمان وتحطيه في التلاجة على الرف وهتاخدي منه لحد لما يخلص. بيقعد على الرف في التلاجة لمدة اسبوع من غير مواد حافظة ولا اي حاجة. روعة اتمنى انك جدا. تجربي الطريقة بنفس الخطوات بالظبط وبنفس المكونات، وتشوفيها وان شاء الله تعجبك. يا ريت بقى تعملوا لنا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.